اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. احنا في جمهوريه مصر العربيه في عندنا حظر بيبدا الساعه 9، تمام؟ فاحنا عندنا تصوير فرح، رايح مع اخويا اصور معاه. فهنشوف هل القاعات، في قاعات افراح احنا بنصور فيها. فعندنا في مصر المفروض الحظر بيبدا من الساعه 9، حظر بسبب الطاقه، الانوار وكده، في ترشيد وكده. ففي قرار ان احنا الساعه 9 رشد الاستهلاك في حاجات كده، جات معينه، القهاوي، قاعات الافراح، المحلات عموما ما عدا السوبر ماركت والمطاعم الدليفري فقط. فخلينا نشوف هل الكلام دوت بيتطبق ولا لا. هنشوف تجربه، ده فلوج سريع نشوف فيه. 1 hour later. حلو موضوع الكاس اللي انتوا عاملينها دي. الدنيا بتنطط، خليها ايه. دي اكياس مخصصة تتحط فيها الكاميرا، عشان خاطر ما الكاميرا لو جت عليها مية ممكن تبوظ. والكاميرا ديت او الكرين اللي انا واقف عليها دي بمبلغ وقدره، سواء دي او دي. طبعا احنا كاتمين الصوت عشان خاطر الصوت لو اشتغل الفيديو هيتحذف بسبب الاغاني اللي عليه. الاغاني عليها حقوق طبع ونشر، تمام؟ فطبعا الفنان عصام انا بنزل له الحاجه اهو، تمام؟ وبيأكد على ان هي متغلفه بالاكياس زي ما انتم شايفين. النطره يا دوبك هديت شويه، وعصام زي ما انتم شايفين كده عمال ايه بيظبطها اهو. الكرين كده كده ثابت عليها المشمع، انما هو بيلخمه هو، يعني هي شغاله. فلما الدنيا هديت راح شال الكيس زي ما انتم شفتوا كده. فاحنا هنشغل الموسيقى اللي احنا بنستخدمها في المونتاج، تمام؟ والموسيقى اللي احنا بنعتمد عليها في المونتاج اللي هي بدون حقوق طبع ونشر. هنبدل الموسيقى اللي هي الاغاني اللي هي طبعا اغاني المهرجانات، هنبدلها بالموسيقى اللي هي من غير حقوق. الناس بقى بتعمل ايه يعني؟ المفروض الاول لما كنت شغال مع اخويا بروح اصور معاه. كان اللهم صل على النبي، كان الفرح بيبدأ من الساعة 10-9، تمام؟ بعد العشاء. فالناس بقى عشان خاطر موضوع الحظر بقى بيعملوا ايه؟ بقوا بيعوضوا الوقت ده، يعني ما بقوش يروحوا 9 أو 10، لا بقوا بيروحوا ايه المغرب. بعد المغرب على طول تكون العروسة في القاعة. يقعدوا بقى بعد المغرب من الساعة 6:30 مثلا لحد الساعة 9:15 أو 9:10، يكونوا خدوا قعدتهم وخدوا الوقت بتاعهم واستكفوا، وكل واحد راح لحاله زي ما انتوا ايه شايفين كده. يعني محدش بيغلب يعني. A few moments later. طبعا يا جماعه رجعنا، وزي ما انتم شفتوا قاعه الافراح كانت شغاله وتمام وزي الفل. ف الساعه 9 الا ربع او الا 10 بالظبط لموا كل حاجه، تمام؟ وفعلا التزموا بالقرار وخلصوا. لو ما كانوا، بسال اخويا، لو ما كانوش التزموا كان ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لي لا، ده في دوريات بتلف، وكان ممكن صاحب القاعه يدفع غرامه كبيره وكده. بس ايه ده يا بنتي يا جنة؟ هو انتم مطالبينها ليه كده؟ هو هنا كمان في حظر؟ يا بنت الحظر مش على البيوت، الحظر على بره مش جوه. انتوا فهمتوا ازاي؟
لو عجبكم الفيديو مش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وتعملوا لايك.